كريم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الفضاء الإريترية. نحييكم ونقدم نشرة مفصلة لظهيرة اليوم أصحابكم خلالها محجوب حامد، والبدء بالعناوين. لقاء حول دور الآباء لتعزيز نتاج الطلاب في مدينة كرن. بحث برامج التنمية في سرجقة ودباروة. الجالية الإريترية في تل أبيب تؤكد الدفع ببرامج التنمية الوطنية. 30 جنديا لا يزالون مفقودين إثر هجوم لبوكو حرام بنيجيريا. الرئيس الفرنسي يعلن عن قانون مكافحة الأخبار الزائفة. وعواصف شتوية تضرب عدة دول أوروبية. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. أكد اللقاء الذي عقد في مدينة كرن بأن تعزيز اهتمام الآباء في التعليم والمتابعة الجادة والمستمرة لأبنائهم تلعب دورا بارزا في تحقيق نتائج ملموسة وتطور ملحوظ لدى الطلاب. وذكر مديرية كرن السيد زرزقي داوود في اللقاء الذي أجراه مع مدراء الضواحي بالإضافة إلى مسؤولي القطاعات القدامى والجدد والمدراء التنفيذيين للبرامج التنموية، ذكر بأن دور الآباء في العملية التعليمية حجر الزاوية، مذكرا إياهم للعمل من أجل تعزيز هذا الدور وجعله ضمن الأولويات. وأشاد السيد زرزقي بمدراء القطاعات القدامى الذين عملوا دون ملل وكلل لإنجاح برامج التنمية ومضاعفة أنشطة النفير، مشيرا إلى أنه يتوقع من المدراء الجدد السير على نفس النهج والعمل المضاعف لتقوية التأطيرات المسبقة. بحث سكان مديريتي سرجقة ودباروة خلال عدد من الاجتماعات التي عقدت لمناقشة تنفيذ برامج التنمية الموضوعة للعام 2018. وأشار الاجتماع الذي عقد في سرجقة إلى حدوث تحسن في التعليم لحل النواقص، وسيعمل هذا العام للدفع بالعملية التعليمية. وضح الاجتماع عن تحقيق جهود التوعية الصحية التي جرت العام المنصرم لمكافحة الأمراض وإصحاح البيئة نتائج مرضية، وتمكين السكان من الحصول على المواصلات عبر الطرق الترابية التي تربط القرى، وتنفيذ أنشطة نفير فاعلة لحماية التربة وحفظ المياه والتشجير. ودعا مديرية سرجقة السيد تسفو فسجاتين لتعزيز التعاون الشعبي للدفع بهذه البرامج هذا العام. وفي مديرية دباروة أوضح مدير المديرية السيد أبراهام تكا في اجتماع مماثل عن تنفيذ أعمال ناجحة لإعادة توزيع الأراضي الزراعية والتحصيل الضريبي ومد أنابيب المياه. وأشاد بمشاركة الطلاب وعمال المؤسسات الحكومية وأفراد قوات الدفاع في الأنشطة التنموية، مناشدا تقوية المشاركة هذا العام. هذا وأكد المشاركون في الاجتماع على تعزيز المساهمة لإنجاح تنفيذ برامج التنمية الموضوعة. أكدت الجالية الإريترية في تل أبيب الإسرائيلية في الاجتماع الذي عقدته في 30 من ديسمبر المنصرم لتقوية مشاركتها في برامج التنمية الوطنية. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في إسرائيل السيد سلمون كنفي أن شعب وحكومة إريتريا تصديا بصمود لكل العدائيات وانتقلا إلى مرحلة مبشرة، مشيرا إلى تحقيق معجزة في البرامج التنموية. وحول الخدمات القنصلية شدد على أهمية المشاركة النشطة للقائمين على الجالية لحصول المواطنين على حقوقهم وتنفيذ واجباتهم. وقال إنه ينتظر من الإريتريين المقيمين في إسرائيل تقوية المشاركة بالوعي والتنظيم الجيد لإنجاح المهام المرحلية لعام 2018. هذا وكانت السفارة الإريترية في إسرائيل قد عقدت سيمينارات مماثلة في الأسابيع الماضية للإريتريين المقيمين في إيلات وبيرشيبا. قام مكتب وزارة الصحة بالإقليم الجنوبي بحملة تعبئة لمكافحة الأمراض الناجمة عن نقص نظافة البيئة. وأوضح المكتب أن المبادرات المجتمعية والنظافة التي جرت ل8 سنوات مضت في القرى لم تحقق النتائج المرجوة، ويجرى العمل لإصلاح القصور. وأشار مسؤول إصحاح البيئة في المكتب السيد محمد
محمد صالح إلى قيام الخبراء بالتوعية في 47 قرية بمديرية مندفرة لإصحاح البيئة وتشكيل لجنة في كل قرية. وأوضح خبراء الصحة بأن أمراض المياه والتراكوما من الأمراض التي تنتقل لعدم الاهتمام بنظافة البيئة. وقد تم إدخال الرعاية الصحية المشتركة والنظافة في السنوات الماضية بالإقليم الجنوبي بتنسيق المؤسسات الصحية. أعلنت إدارة مديرية حلحل في إقليم عنسبة في اللقاء الذي عقدته للسكان عن إجراء استعدادات أهلية متكاملة لتعزيز الإنتاج والإنتاجية واكتمال الخدمات الاجتماعية في العام 2018. وأوضح مدير المديرية السيد محمود إبراهيم عن تنفيذ 70% من برامج العام 2017 بينما توجد 20% من البرامج على قيد التنفيذ، وأن 10% المتبقية هي برامج ثابتة ومستمرة، مشيرا إلى البرامج الأهلية التي أكدت فعالية تنفيذها والعمل جار لضمان استمراريتها. وأفاد بأن إعادة توزيع الأراضي الزراعية وتجميع القرى من البرامج التي أرجع تنفيذها من العام 2017 إلى العام 2018، وكذلك البرامج التنموية المنفذة بالمساهمة الجماهيرية القوية متمثلة في إصلاح جوانب الطرق ومضاعفة الجهد لإنجاح العملية التعليمية وتعزيز تأطير منظمات التصدي والتنمية. وفيما يتعلق بخدمات المواصلات البرية، أوضح عن اكتمال 60% من العمل الجاري عبر شركة السجل للإنشاءات لتشييد خط كرن حلحل، حيث بدأت حافلتان من شركة حارات للمواصلات في تقديم خدمات جيدة بتعرفة مناسبة في هذا العام، وستساهم بفعالية في الأنشطة التجارية والحياة الاجتماعية للمواطنين. وأشار التقرير إلى تجميع 80% من سكان مديرية حلحل وتلقي 58% منهم لخدمات مياه الشرب الصالحة، إلا أن المجال التعليمي يتطلب بذل جهد كبير للحد من مقاطعة وغياب الطلاب عن التعليم في المراحل المتوسطة والثانوية. المشاهدون الأكارم، كان ذلك حصيلة أنباؤنا الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأنباء العالمية، كونوا معنا. مرحبا بكم من جديد. وعلى الصعيد العالمي لا زال 30 جنديا على الأقل مفقودين إثر هجوم على قاعدتهم العسكرية في ولاية يوبي شمال شرق نيجيريا، والذي أوقع 5 قتلى بحسب ما أفادت مصادر أمنية. وكان مسلحو التنظيم المتطرف قد شنوا هجوما على ثكنة بقرية كاناما على الحدود مع النيجر، ما أدى إلى تبادل مطول لإطلاق النار وتدخل القوات الجوية. وقال ضابط طلب عدم كشف هويته: فقدنا 5 رجال في هذا الهجوم ولا يزال 30 في عداد المفقودين. أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن عزمه إقرار قانون جديد لمكافحة ما يسمى الأخبار الزائفة. وقال ماكرون إن وسائل التواصل الاجتماعي سوف تواجه قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالمحتوى الذي تضعه على الإنترنت. وأوضح أن هناك محاولات متعمدة لإزالة الخطوط الفاصلة بين الحقيقة والكذب وتقويض إيمان الشعب. وتحدث الرئيس الفرنسي علنا عن ما يعتبره محاولات موسكو للتلاعب بالرأي العام في أوروبا والولايات المتحدة. وقال ماكرون لوسائل الإعلام في حفل استقبال العام الجديد: إنه من الممكن الآن نشر الكذب على وسائل التواصل الاجتماعي مقابل 10,000 من اليورات. شهدت العديد من الدول الأوروبية خلال الساعات الماضية طقسا سيئا للغاية بسبب موجة من العواصف التي تسببت في فيضانات وانقطاع للتيار الكهربائي في أجزاء من فرنسا وبريطانيا وإيرلندا وألمانيا وهولندا. ومن جهة أخرى في سويسرا تسببت الرياح القوية في خروج قطار من على القضبان، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بعد أن ضربت العاصفة مدينة بورجلد في سويسرا.
وذكرت وسائل إعلام أن العواصف أسفرت عن رياح بلغت سرعتها 120 كيلومترا في الساعة، ضربت أجزاء واسعة من جنوب غرب ألمانيا، مما تسبب في عرقلة عمليات الشحن وحركة مرور السيارات، بينما حاول العمال إزالة الأشجار المتساقطة على خطوط السكك الحديدية المغلقة في مختلف أنحاء المنطقة. وأسفرت العواصف أيضا عن إغلاق مطارين على الأقل على الحدود الألمانية الفرنسية بسبب العاصفة. وكانت السلطات قد اضطرت لإلقاء تشغيل حوالي 200 طائرة وتحريك قطارات بسرعة بطيئة في هولندا، حيث تستعد البلاد لمواجهة أول عاصفة كبرى في العام الحالي. طور طالبان هنديان يدرسان الهندسة تطبيقا لتشغيل المركبات عبر الهواتف الذكية عن بعد. وقال الطالبان أنيش ياداف وإرشوايا كويشك إنهما طورا تطبيقا أوليا يعمل عبر نظام تشغيل الأندرويد للهواتف الذكية، يمكن من خلاله تشغيل السيارات والدراجات النارية عن بعد عبر الهاتف. وأوضح الطالب يضاف أن هذا التطبيق يمكنه تشغيل وإطفاء المحرك والتحكم في أنوار المركبة ونظام التكييف بها. وقالت كويشك إن الفكرة جاءتهما بعدما شكا والدها أو بعد أن شك والدها من عدم قدرته على تشغيل محرك سيارته خلال الشتاء. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.